السجن اللي قدامك ده اسمه السجن الغربي وموجود في مدينة بيتسبورج في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، وده واحد من أقدم السجون في أمريكا والعالم كله. السجن ده اتبنى سنة 1882 وقفلوه سنة 2005، يعني فضل في الخدمة 123 سنة كاملين. رقم ضخم طبعا. وبالتأكيد لما أنشأوه سنة 1882 وقتها كان يعتبر واحد من أحدث السجون وأكثرها تطورا. كان مؤسسة إصلاحية ضخمة ومحترمة هدفها إصلاح المساجين اللي بيدخلوا فيه، ولكن بعد ما عدى عليه أكتر من 100 سنة تحول لمكان أشبه بالجحيم زي سجون كتيرة من السجون الأمريكية. طبعا كلكم عارفين قد إيه أنظمة السجون الأمريكية مشددة ومعقدة وفظيعة فوق ما تتخيل بسبب إجرام المساجين اللي بيدخلوا فيه. السجن ده كان يعتبر من السجون المحصنة القوية فوق ما تتخيل، لدرجة إنهم أطلقوا عليه لقب الجدار، وده خلاه أكتر من 100 سنة صامت في خلالهم مفيش مسجون واحد قدر يهرب منه. يعني السجن ده شكلا وموضوعا أشبه بالقلعة المحصنة اللي جدرانها ضخمة جدا، كلها أسمنت وحجارة صلبة ومدعمة بالسور الحديدي الضخم والعملاق، يعني مستحيل الاختراق. يعني تخيل لدرجة إن الجدران دي بتمتد ل 3 متر تحت الأرض. ومن جوه السجن طبعا محصن ببوابات كتيرة داخلية على كل عنبر وعلى كل قسم منه، ده غير عدد أبراج المراقبة الخارجية المهول وأنظمة الحماية. وفوق ده كله طبعا عدد الحراس الكبير جدا. مسجون من مساجين السجن ده بقى كان واحد اسمه نونو بونتس. نونو ده بقى يا سيدي كان داهية بمعنى الكلمة، يعني سيبك من الاسم نونو وبتاع، ولكنه حرفيا كان دماغه سم. دخل السجن لانه كان حرامي خزن زي نصار كده في مسلسل العتاولة، عالمي في فتح الخزن وفك شفرات، وكان بيشكل بقى في الاماكن اللي بيروح يسرق خزن. يعني ساعات كان يسرق خزن محلات، وساعات مكاتب، واوقات بيوت ينزل عليهم يستخدم مهاراته في فتح الخزن ويسرق وياخد بعضه ويمشي وفي ايده الغنيمة اللي طلعها. لا وكان بيحب الخير كمان، كان عايز يبقى روبن هود. كان بيروح يوزع جزء من الغنيمة اللي سرقها على اهله واصحابه وجيرانه المحتاجين، ولكن النصيب الاكبر طبعا كان لنفسه. كان بيروح يشتري بيه سيارات فارهة ولبس براندات وساعات غالية، ويروح افخم المطاعم والاوتيلات. كان نزه يعني وبيروق على نفسه على الاخر. الراجل ده في حياته دخل السجن اكتر من مرة، وفي سنة 1992 اتحكم عليه بالسجن لمدة 15 سنة في سجن الجدار اللي بنتكلم عنه. نونو وهو في السجن الوضع كان عمال يسوق عليه يوم عن يوم. السجن كان زحمة جدا، كانوا حاطين فيه مساجين اكبر من الطاقة الاستيعابية بتاعته، والعنف ما بين المساجين وصل لاعلى درجات. يعني مثلا اوقات كان بيشوف المساجين بيطعنوا بعض بالسكاكين على اتفه الاسباب، وفي منهم كتير ماتوا طبعا. وفي الوقت ده لما شاف الوضع اتدهور بالشكل العنيف ده، حس انه وصل لمرحلة محتاج فيها انه محتاج يهرب من المكان ده في اسرع وقت ممكن، لانه بدأ يتيقن انه لو فضل في السجن ده فهيكون يا مقتول يا قاتل دفاعا عن النفس.